يا ترى لو حياتك وقفت دلوقتي تحب تبدأها من جديد بنفس الطريقة؟ النهاردة في بودكاست بين السطور معانا كتاب مختلف، كتاب ممكن يبقى خريطة طريق، كتاب ممكن يبقى نقطة تحول في حياتك، كتاب جدد حياتك للشيخ محمد الغزالي. والشيخ محمد الغزالي هو داعية ومفكر مصري من أكتر الناس اللي جددوا الفكر الديني، ولقبوه بأديب الدعوة لأن أسلوبه كان بسيط وعميق في نفس الوقت، بيكلم العقل لكن بيوصل للقلب. الشيخ الغزالي كان دايما بيحب يقرب الفكر الديني من الحياة اليومية، ومن الحاجات الجميلة إنه استشهد في كتابه بديل كارنيجي، الكاتب الأمريكي الشهير اللي غير مفهومنا عن تطوير الذات والعلاقات الإنسانية. كارنيجي بدأ حياته مدرب في فن الخطابة، كان عنده قدرة غريبة على تحفيز الناس وتغيير نظرتهم لنفسهم، ومن هنا بدأت شهرته، وأسس مؤسسة ديل كارنيجي ترينينج اللي انتشرت بعد كده في أكتر من 90 دولة. شعاره كان بسيط جدا: غير نفسك تتغير حياتك. وجمال الموضوع إن دي نفس رؤية الشيخ الغزالي، التغيير الحقيقي عمره ما بيبدأ من بره، التغيير بيبدأ من جوه. وعشان نقدر نجدد حياتنا لازم نتعلم مهارات جديدة، وأول مهارة الغزالي بيتكلم عنها هي عيش في حدود يومك. تخيل كده لو جاتلك هدية، هتفتحها وانت قلقان ولا فرحان ومتحمس وعايز تعرف هي ايه؟ النهاردة هو الهدية دي هدية من ربنا. الشيخ الغزالي بيقول أكتر سبب بيتعب الإنسان إنه يا إما عايش في الماضي يا إما خايف من المستقبل، يا إما بنلوم نفسنا على اللي فات يا إما بنرتبك من اللي جاي، وساعتها بنضيع أهم حاجة، اليوم اللي في إيدينا، اليوم اللي هو هدية ربنا لينا. والشيخ الغزالي بيفكرنا بالحديث: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. امبارح خلص وبكرة لسه ما جاش، كل اللي عندك هو النهاردة هو فرصتك الحقيقية للتغيير. ومفتاح التغيير هو الوعي هو الكشاف اللي بيكشف لك انت محتاج تغير ايه. في 4 خطوات قالها الشيخ الغزالي عشان نجدد حياتنا. اول خطوة: راقب نفسك. الشيخ الغزالي بيقول ان اول طريق التغيير انك تفهم نفسك، تسأل نفسك كل يوم: هو انا اتصرفت كده ليه؟ ايه اللي ضايقني؟ ايه اللي فرحني؟ اللحظة اللي هتفهم فيها نفسك هي اول لحظة في طريق التغيير، لانك لما تلاحظ مشاعرك وتفهمها مش هتسيبها تسوقك، هتبقى انت اللي سايقها. خدها عادة صغيرة كل يوم قبل ما تنام، راجع يومك كأنك بتتفرج على فيلم، ايه اللقطة اللي فرحتك وايه المشهد اللي محتاج منك تعديل المرة الجاية. تاني خطوة: راجع أفكارك ومعتقداتك. الشيخ الغزالي بيقول الحياة انعكاس للي جواك، يعني كل إناء بينضح بما فيه. لو جواك رضا هتشوف الدنيا حلوة، ولو جواك قلق كل حاجة هتبان متعبة. الحكاية مش في الناس ولا الظروف، الحكاية في الفكر اللي جواك. وفي علم النفس في مصطلح اسمه الأفكار المشوهة، أفكار اتزرعت جوانا من وإحنا صغيرين، ومن كتر ما صدقناها بقينا عايشين بيها من غير ما نحس. زي مثلا فكرة المفروض. كلمة المفروض دي من أكتر الكلمات اللي بتسرق مننا راحتنا من غير ما نحس. المفروض كنت اترقيت، المفروض كنت أخدت القرار ده بدري، المفروض صاحبتي كانت وقفت جنبي. كل مفروض بتحط على قلبك حمل زيادة وبتخليك في سباق ما بيخلصش، سباق مع الزمن، مع الناس، مع نفسك. جرب النهاردة تشيل كلمة المفروض من قاموسك وبدلها بأنا بحاول، أنا بتعلم. هتحس براحة غريبة، هتحس إنك بتتنفس لأول مرة. تالت خطوة: اشتغل على عادة صغيرة كل يوم. كتب كتير كلمتنا عن قوة العادات زي Atomic Habits, The Power of Habits، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قالها من زمان: خير الأعمال أدومها وإن قل. مش لازم تعمل إنجاز ضخم عشان حياتك تتغير، ابدأ بحاجة بسيطة.
كلمة حلوة تجبر خاطر حد، دقيقة تأمل، ركعتين بخشوع، أو رسالة شكر لحد ساعدك، ضحكة بسيطة في وش الناس، صدقة من غير ما تدفع حاجة. الحاجات الصغيرة دي لو داومت عليها هتكتشف إن حياتك بتتغير من غير ما تحس. أقولك على السر في الاستمرارية. رابع خطوة، اختار الناس اللي حواليك. ابن القيم قسم الناس ل3 أنواع: صاحب كالغذاء، وصاحب كالدواء، وصاحب كالداء. الصاحب اللي كالغذاء هو اللي وجوده ضروري زي الأكل. في حد فينا يقدر يعيش من غير أكل؟ كل مرة تقعد معاه تحسك إنك اتروقت من جوه. وجوده طاقة، وجوده راحة، وده النوع اللي لازم تحافظ عليه. أما الصاحب اللي كالدواء فده اللي بتحتاجه في وقت معين. يمكن بيديك نصيحة، يمكن بيقدم لك دعم، يمكن مواقف قليلة بس مؤثرة. وجوده مش دايم لكن مفيد. لكن الصاحب اللي كالداء يا لطيف، ده اللي لازم تبعد عنه فورا. كل ما تتكلم معاه تحس كده انك تقلت من جواك، تحس بالقلق والغضب والحقد. ابن القيم ببساطة بيقول لنا زي ما بتختار أكلك بعناية، اختار أصحابك كمان بعناية. اللي حواليك يا إما يدوك طاقة يا إما يسحبوها منك. الشيخ الغزالي بيقول علشان تجدد حياتك لازم تتعلم 3 صفات: الثبات، التأني، الذكاء. 3 مفاتيح للحياة. الثبات وقت العواصف، والتأني وقت ما كل حاجة واقفة، والذكاء وقت المواقف الصعبة. الثبات هيحميك من الانهيار، والتأني هيحميك من الندم، والذكاء هيحميك من الخداع. الحياة دايما فيها عواصف، فيها أيام بتكسر فيك، فيها لحظات اختيار. بس اللي يعرف يثبت ويصبر ويفكر قبل ما يتصرف هو اللي بيعدي من غير ما يخسر نفسه. خلينا نتكلم على أول صفة، الثبات. الشيخ الغزالي بيقول من ضعف يقينه اضطرب في الملمات. والملمات يعني إيه؟ يعني الشدائد، اللحظات الصعبة، الأزمات اللي بتكشف جوهرنا الحقيقي. واليقين هو القوة اللي جواك اللي بتخليك تمشي حتى لو كل حاجة حواليك بتقع، وانت واثق ان ربنا مش هيسيبك. اللي إيمانه ضعيف أول ما تحصل أزمة بيتلخبط، بيتشتت، بيقلق. لكن اللي عنده يقين قلبه بيقوله اثبت، ربنا معاك. وديل كارنيجي كان ليه طريقة بسيطة بتساعدك تثبت وقت الأزمات. كان بيقول اسأل نفسك سؤال واحد، السؤال ده بجد سؤال سحري: ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ وتقبل الاحتمال ده، وبعدين اشتغل على انك تقلل ضرره وتعدي. الخطة دي فيها حكمة كبيرة: استعد للأسوأ وتوكل على ربنا، ساعتها مش هتنهار لأنك بقيت جاهز لأي نتيجة. الصفة التانية زي ما بيقول الحديث الشريف: العجلة من الشيطان والأناة من الرحمن. الكلمات بسيطة بس وراها معنى عميق جدا. الأناة مش كسل، هي إنك تمشي واحدة واحدة وتثق إن كل حاجة هتيجي في وقتها. الشيخ الغزالي بيقول إن أغلب مشاكلنا بتحصل لأننا مستعجلين، عايزين ننجح بسرعة، نرتاح بسرعة، نبني علاقات بسرعة. بس الحقيقة إن أي شيء حقيقي بياخد وقته، زي الزرعة ما ينفعش تشدها عشان تكبر أسرع. كل حاجة حلوة محتاجة صبر. 3 صفة، الذكاء. الشيخ الغزالي بيقصد بيها الفطنة، الذكاء اللي يخليه طيب مش ساذج. والمؤمن كيس فطن، يعني واعي فاهم، قلبه نظيف بس دماغه صحية، ما يتخدعش بسهولة ولا يندفع بعصبية. الفطنة مش إنك تبقى قاسي، لكن إنك تبقى شايف الأمور على حقيقتها. وسيدنا عمر بن الخطاب قالها بمنتهى الحكمة: أنا لست بالخب ولكن الخب لا يغلبني. يعني أنا مش خبيث ولئيم، بس اللئيم ما يقدرش يضحك عليا. فلو عايز تعيش مرتاح اتدرب على ال3 صفات دول: الثبات، التأني، الذكاء. الثبات هيحميك من الانهيار، والتأني هيحميك من الندم، والذكاء هيحميك من الخداع. والصفات دي مش بتيجي بين يوم وليلة،
لكن زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يعني بالتدرب، بالممارسة، بالمحاولة. طب إيه العلامات اللي هتقولي إني ماشية في الطريق الصح؟ أول علامة، قلبك هيكون أهدى، مش لأن المشاكل اختفت absolutely، بس لأنك بقيت بتتعامل معاها بحكمة، بقيت بتراجع نفسك، تفكر قبل ما ترد، وتبعد عن الجدال اللي من غير فايدة. بقيت كمان بتتجنب الردود اللي ممكن تزعل اللي حواليك. تاني علامة، التجارب بقت بتعلمك. كل تجربة، كل علاقة فيها ألم بقيت تشوفها كدرس مش عقاب. بقيت تقول لنفسك: عادي، اتعلمت، بدل ما كنت بتقول يا أنا خسرت كتير. دي بداية النضج النفسي اللي بيتكلم عنه الشيخ الغزالي. تالت علامة، عندك امتنان. بقيت تلاحظ النعم الصغيرة، المكالمة اللي جت في وقتها وأسعدتك، المشوار اللي بتقضي بسهولة، الصاحب اللي ظهر وقت ما كنت محتاجه. هتحس انك مش محتاج كتير عشان تكون مبسوط وراضي. رابع علامة، مشاعرك بقت متزنة، ما بقتش بتفرح بزيادة ولا تنهار بسرعة. فهمت ان كل حاجة مؤقتة، وان ربنا دايما بيختار لنا الخير حتى لو مش شايفينه دلوقتي. خليك فاكر، التغيير مش بيحصل بين يوم وليلة، لكن لكل خطوة صغيرة، كل عادة بسيطة، كل لحظة وعي، دي اللي بتبني حياتك الحقيقية. وده كان الجزء الأول من حلقة النهاردة من بودكاست بين السطور. يا رب تكون الفكرة لمستك أو خليتك تبص للموضوع بنظرة أعمق شوية. لو الحلقة عجبتك، شاركها مع حد ممكن يستفيد منها، وافتكر دايما إن المعنى الحقيقي مش في الكلام، لكن في اللي بنحسه بين السطور. أشوفكم في الجزء الثاني بفكرة جديدة ورحلة ووعي جديد إن شاء الله.